السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحشتوني جدا جدا. أنا اسمي أسماء علي، لو بتتابعوني لأول مرة يشرفني جدا إنكم تنوروني عندي. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض قشطة حلاوة المولد بطريقة سهلة جدا، وبإذن الله تعجبكم. على فكرة تكلفتها بسيطة جدا وسهلة جدا. معلقتين جيلاتين، يعني هنقول حوالي معلقتين ونص كده من الجيلاتين، وحطيت عليهم حوالي نص كوبايه من الميه، نفس الكوبايه اللي احنا هنعاير بيها بعد كده. وهنسيبهم مع بعض، ميه من الحنفيه، ميه عاديه جدا. وهنسيبهم هندوبهم مع بعض كده ونسيبهم. وهنعمل بقى باقي الخطوات بتاعتنا. معايا هنا طبيعي الحله دي انا هرفعها على النار. معايا كوبايه من السكر بنفس الكوبايه اللي احنا عايرنا بيها قبل كده، ومعايا حوالي تلت كوبايه من الميه، ومعايا تلت كوبايه عسل جلوكوز. عسل الجلوكوز يا جماعه ده مش غالي خالص. البرطمان ده كان عندي من سنه في التلاجة وبيغيب عندك عادي، والبرطمان ده كان عامل حوالي 10 جنيه. اكيد مع لما الدنيا غلت كده اكيد هو اغلى دلوقتي يعني. وهنرفعهم على النار. بمجرد ما يبداوا يغلوا هحسب دقيقتين بالظبط واطفي عليهم. شايفين العسل الجلوكوز جامد ازاي، وانا اصلا مطلعاه بصعوبه جدا من البرطمان بتاعه، بس هو هيدوب معاكي على النار، ما تقلقيش. شايفين اول ما بدأ يغلي كده سبته دقيقتين بالظبط على النار يغلي. وشايفين الجيلاتين بتاعي عمل ازاي في المضرب بقى بتاعي اللي انا هضرب بيه والجيلاتين. وهجيب الشربات بتاعي وهو سخن، الخليط اللي كان على النار وهو سخن مولع، ما تستنيش اما يبرد، وهنزل بيه على الخليط وافضل اضرب فيه. هنضرب قولي حوالي 15 دقيقة، تلت ساعة. انا بالظبط في الحقيقة قعد معايا حوالي تلت ساعة. ما تيأسيش وتقولي لا ده لسه ما، يعني شايفين انا وقت طويل قعد كان عامل الخليط كده، قلت خلاص زي مش هتنجح معايا، بس بجد نجحت زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. هتفضلي تضربي فيها لحد ما توصل معاكي للقوام ده زي الكريمة كده. بجد حلوة جدا، بجد احلى من بتاع بره بكتير جدا. شايفين لما قوامها بقى كده معايا بقى كريمي خالص. وهجيب بقى عندي بقى طبق بلاستيك مثلا، صينيه، ايا كان القالب اللي انا هعملها فيها، بما ان هي اصلا مش هتدخل الفرن. فجبت بقى ورق زبده، وورقه زبده كده، ودهنتها بحيث ان انا اطلع عليها الخليط بتاعي بعد كده. لو حابه تحطي كيس بلاستيك مفيش اي مشكله. ودهنتها دهنه زيت كده بحيث ان الخليط بتاعي ما يلزقش فيها، وفي نفس الوقت يعني الخليط بتاعي يطلع معايا بسهوله. انا حطيت هنا بقى جوز الهند، بقى جوز هند، حطيت طبقة كويسة يعني كده تحت. وهبدأ انزل بقى بالخليط بتاعي. انا للاسف الاسباتولا بتاعتي اتكسرت، كانت هي بتساعدني قوي في الاوقات اللي زي دي. ان شاء الله لما انزل هبقى اجيب واحدة. هبدأ بقى اسوي الخليط بتاعي كده. لو الوش معاكي ما تسواش، بلي الاسباتولا بتاعتك او دهنيها دهنة كده من الزيت، بحيث ان انت تعرفي تسوي بيها كده الوش يعني، لان هو بيلزق جدا. وهبدأ احط الزبيب بتاعي كده الاول قبل جوز الهند، بحيث ان هو يلزق كده في قلب العجينة بتاعتي او الخليط بتاعي. وهبدأ احط برضو جوز هند كده فوق الوش برضو. طبعا المكسرات بقى اللي لو انت حابة تبدلي الزبيب بحاجة تانية مفيش اي مشكلة، ما توقفيش نفسك. بجد سهلة جدا وتكلفتها بسيطة جدا، مفيش تكلفة اصلا يعني. انا عايزة اقول لكم انا جبت اللي هو الجيلاتين، كنت جايبه ب5 جنيه حبه، يعني حبه في الكيس حبه كتير يعني. خدت انا منهم معلقتين والباقي موجود. اقصد ان هي حاجه ما تكلفش، وفي نفس الوقت حاجه حلوه تعمليها للولاد يعني. انا تقريبا كنت بجيب نص الكميه دي، نصها ربع الكميه دي، ب10 جنيه كده للولاد. وحاجه بقى نضيفه انتي عاملاها في بيتك، بجد جميله جدا وسهله جدا، الولاد فرحوا بيها جدا. هبدا بقى اقطعها بقى مكعبات كده. مفيش حاجه صعبه والله يا جماعه، نجرب وما فيهاش حاجه لما نغلط مره واتنين، مفيش اي مشكله. المهم ان احنا نتعلم يعني. ده للناس طبعا اللي بتحب تعمل حاجات في البيت وكده. طبعا انا في كل مره كنت بقطع كنت بدهن السكينه كده بالزيت، بحيث لان هي بتلزق جدا، بحيث ان هي تقطع معايا بسهوله.
في كل مرة كنت بقطع فيها. جميلة جدا واحلى من بتاعة بره بكتير جدا. واللي حابب يعمل مشروع يا جماعة ممكن نعمل حاجة زي كده في اطباق في فبر كده، ونغلفها كده بشكل كويس ونديها للمحلات، مفيش اي مشكلة والله، شكلها بجد جميلة جدا. نشجع بعض نعمل كل حاجة،